بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة وفيديو جديد. قدامنا طبعا دلوقتي الجانب المظلم من الهواية، طبعا ده كله بيض فاضي ان شاء الله. بداية موسم فأس موسم 2025. طبعا البيض الفاضي ده عشان نقول للناس ان الموضوع مش كله فأس. طبعا فيه جانب مظلم طبعا اللي احنا ما بنشوفوش. ان شاء الله. النهارده الفأس بتاعنا معدي عليه 100 يوم. البيض اللي احنا هنشوفه النهارده، طبعا تاريخ النهارده 10 يوليو. البيض كان موضوع 31/3، يعني بالظبط 100 يوم. طبعا انا ببص على على البيض زي ما ببص كده بكل فترة. فطبعا ببص لقيت ان شاء الله كده الموسم بتاعنا بدأ، فاحنا قلنا هنشارك مع بعض بداية الموسم، وان شاء الله موسم خير على الجميع. طبعا قدامنا هوت القشر هوت بتاع البيضة. طبعا هي خلاص شقت البيضة وخرجت. طبعا هي اللي شقة البيضة لوحدها وخارجة زي ما احنا شايفين اهوت. البيضة فاضية تماما. السلحفة ما فيش فيها كيس المح اللي احنا على طول نقوله، بنقول ما تستعجلش وتكسر البيضة وتستعجل وتفتح البيضة تخرج منها السلحفة وكيس المح فيها. طبعا ده الافضل يعني. لان هي في الطبيعي مش هتعيش بكيس المح ده في الطبيعة، فهي بتخرج من البيضة بتاعتها كاملة مكملة. طبعا هتيجي الصورة حالا ان احنا عندنا الصرة بتاعتها مكان كيس المح، خلاص جسمها مبتلع الصفار. طبعا انا بجمع القشر عشان هشيله، ننضف الحضان، ما نسيبش الحضان فيه قشر خالص علشان ما يكونش اي حاجة. طبعا دي السلحفة بتاعتنا اهيت، بطنها بسم الله ما شاء الله فاضية خالص اهيت زي الفل، ما فيش فيها اي حاجة خالص، سرة مقفولة زي ما احنا بنقول في الهواية بتاعتنا. ان شاء الله موسم خير على الجميع. وطبعا بالمناسبة احب اقول لكم، يعني في ناس كتير تقول لك اعمل يعني فيديو منفصل، بس طبعا احنا مش ما بنحبش نعمل فيديوهات ونطول. طبعا السلحفة اللي قدامنا دي مامتها مفقوسة عندنا، يعني مامتها عندنا من وهي في الحجم ده من فأس 2020. اتمنى طبعا يكون موسم خير على الجميع. وطبعا معنى كده ان احنا عندنا السلاحف اليوناني بتبلغ عند عمر 5 سنين اهيت. ديت السلحفتين بتوعنا اللي هم خارجين معانا النهارده همت، بسم الله ما شاء الله. ودول مامتهم خارجة عندنا من وهي قدهم كده، يعني انا مربي مامتهم وهي قدهم كده بالظبط، من عمر يوم، من عمر وهي بيضة. فطبعا ان شاء الله موسم خير على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.